بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية انا حابب اعتذر عن الغياب ده. كان 80 يوم بالظبط. كان لأسباب شخصية الصراحة. أسباب شخصية كانت الصراحة عملت حاجات كتيرة يعني. حتى أثرت على شغلي اللي هو التداول. حصل حاجات نفسية كتير يعني مش حابب افتكرها. خسرت فلوس ياما. خسرت اكونت التداول الشخصي بتاعي. خسرت اللهم صل على سيدنا محمد حساب الممول بتاعي. الحمد لله. ودلوقتي زي ما كل حاجة ليها بداية ونهاية، ان شاء الله دي هتبقى بداية الرجعة بتاعتنا. فالله نسأل الله التوفيق. وان شاء الله هنستعرض مع حضراتكم اول صفقة ليا او اول تحليلاتي عامة. طبعا كان في شغل في الاكونت التجريبي بتاعي. خلال فترة يعني من 20 يوم مثلا. بداية الشهر دهوت أو بالظبط من يوم 28/4 29/4 في الحدود دي. دلوقتي إن شاء الله يعني هنبتدي. قبل بس ما نبدأ متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ولو عندك أي حاجة اتفضل اسألني تحت في الكومنتات، متقلقش يعني أنا رجعت وظبطت نفسي من تاني. بص هنبتدي الأول بصفقة على الذهب. أنا نزلت لك الصورة دي وقلت لك ايه، قلت لك انا اسف على الغياب وكده. تمام، الصورة ديت نزلتها بالظبط النهاردة حوالي كانت الساعة 9 او 10. اهي الساعة 11 11 الا ربع. تمام، نزلت لك الصفقة دي. والدخول كان من هنا او من اي حتة في الحتت ديت من خلال فير فاليو جاب ده. طب ليه نقطة الدخول كانت من هنا؟ بسبب الاوردر، هشرح لك دلوقتي. تمام، بص انا عايزك تبص على الوقت. من 11 الا ربع يعني بعد ديت نزلتها الساعة 12. بتتكلم في حوالي ساعة وربع. ساعة وربع بفضل ربنا الصفقة كانت ضربت الهدف. مش عاوزك يعني في حاجات انا هنخوض فيها دلوقتي، بس عايزك تركز في كلمة تانية تحتها هنا. قلت لك بعديها ب6 دقايق بالظبط. قلت لك ايه؟ لو انت لسه في الصفقة دي كمل في ربح اكتر ان شاء الله. تمام، ده اللي انا قلته. حلو. جيت هنا بص الصفقة ديت كانت صفقة تانية يعني هي بس بعدين. كانت الساعة بالظبط سكة التلاتة الا تلت. دخلت من هنا انعكاس خفيف راحت كان انعكاس تاني. صبرت عليها وده اللي حصل. حلو. وبعت لك هنا الفويس بقول لك ان انا قلت لك اصبر وكده. نخش بعد كده هنا على تريدنج فيو ونحلله الذهب واحدة واحدة مع بعض. تمام. طبعا دي التحليلات اللي انا محللها عليه من قبل كده. نجيب فريم اليوم. بص اللي حصل هنا. السعر خد سيولة. انا طبعا دوت اول فيديو فسامحني لو الصوت مش مظبوط او في مشكلة ايا كانت، لان انا كنت بمسح وابتدي معاك من الاول. بس عادي هي بص هنا. السيولة اتاخدت. حلو. السعر هبط. خد السيولة. طلع بشموع قوية او مومنتوم او زخم زي ما انت عايز تسميه سميه. تمام. طيب احنا خدنا بص ايا كان المدرسة اللي انت بتدرس بيها. تحليل فني، اس ام سي، اي سي تي، اي حاجة انت بتدرس بيها عامة. عارف ان في صعود بعد كده لازم غصب عن الكل هتلاقي في التصحيح ده او التصحيح عامة. حلو. انا بشرح لك عامة. انا عن نفسي بشتغل الناس اللي متابعاني من قبل كده. اشتغل على فريمات صغيرة، فريم 5 دقايق، ربع ساعة او اخري ساعة. تمام. طيب ده على فريم اليوم. فانت هنا جه صحح ايه المنطقة اللي ادت الزخم ده كله. الاوردر فلو ده. ودي كانت منطقة ذهبية. بص عشان تكون فاهم برضو. المنطقة دي اللي هي 61%، 70 و5، 79% فايبوناتشي. دي المناطق. فانا رحت عامل هنا اوردر فلو وعندي منطقة ذهبية، فطبيعي ان انت هتلاقي السعر بيرد من عندها. حلو. ده احنا كل ده على فريم اليوم ما دخلناش في اي حاجة. عن نفسي فريم ال4 ساعات مش بستخدمه كتير، بستخدمه لو ايه. بص عامة انت الفريمات بتستخدمها عشان تشوف بيها. فانت لو شاكك في حاجة، مثلا شاكك في حاجة على فريم الساعة. عن نفسي مش بستخدم الساعة الا ربع بس بروح ابص عليها. مش هتخسر حاجة. بص على فريم النص ساعة. انت بتلم معلومات عشان تاخد افضل قرار ممكن.
طب لو الحاجة مش واضحة ما تخشش الصفقة. انا بقولها لك اهوت عشان ديت ايه اخطاء. وبالمناسبة دي هتبقى السلسلة بتاعتنا ان انت بتراجع الاخطاء بتاعتك. يعني انا ببتدي معاك من البداية، هبتدي على اكونت شخصي مش اكونت ممول طبعا. هقعد كده مثلا سكة الشهر شهرين تلاتة، اقل حاجة تبقى شهرين لحد ما احس ان انا رجعت تاني اقدر امسك اكونت ممول. تمام. فان شاء الله السلسلة ديت هتبقى سلسلة العودة، لانها عودة في كل حاجة في حياتي الشخصية وبرضه على القناة اليوتيوب. حلو، ما علينا. نرجع لفريم الساعة، نبص هنا كده اللي حصل. اول حاجة السعر طلع ساب سيولة فوق، نزل من عندها. طبعا كل ده بالنسبة لك انت تصحيح، انت اول 50% فايبوناتشي من عند الخط البنفسجي ده، او زي ما انت عايز تسميه سميه يعني كلون، بس هو بالنسبة لي بنفسجي. ما علينا. السعر نزل فانت كل ده. طبعا مش بقولك ان الدهب هابط، الدهب صاعد. تمام. صعد لفين الله اعلم، بس هو كده كده هيصعد. احنا طالما احنا الاتجاه العام صاعد فانت مش بتعارضه تماما. تمام. السعر نزل من عنده، نزل طبعا بالنسبة لي انا راح يصحح 50%. ركز بقى ايه اللي حصل. فكك من الفي كان ديت او خليها هبقى اشرحها لك بعدين ليه. هي على فريم اليوم يعني لو بريكر بلوك. تمام. المهم السعر نازل جه هنا صحح. بص، اتمنى انت ما تكونش نسيت زيي، بس حتى لو انت نسيت يبقى انا اللي هرجعك. دي سيولة. تمام. فالسعر نزل. بص هنا دي سيولة مظبوط. طيب السعر عمل ايه؟ بص كده، حط انت نفسك. على فكرة انصحك تلعب شطرنج يعني. الشطرنج هيخليك هادي وتعرف ترتب خطوة في خطوة مع بعض. على فكرة انا هنرجع انا وانت ان شاء الله مع بعض الاقوى تحليلات لينا. ايه اللي حصل عندك هنا؟ دي سيولة اهي. حلو. وبص كده سيولة اهي. حلو. هل السعر لمسها؟ لا. فبالبلدي كده ده فخ يا معلم. هو سايب لك سيولة ورا وراح جاي هنا مزودها لك، اللي هو بيقول لك بص انا بستند عليها عشان لما نرجع هنرجع ندوس على وشك انت والسيولة بتاعتك دي. تمام. فانت ما تفكرش مثلا انه حد يجي يقول لك بص طب ما المنطقة دي السعر ريح عندها عشان وعمل برضو المومنتوم ده. يعني انت ايه، حد ممكن يجي يقول لي مثلا ايه طب ما انت قلت ان ده مومنتوم. لا، ان بنحلل انا وانت مع بعض. هناك ما كانش بص، يعني المومنتوم اللي حصل ده كله هو كان دايس على سيولة اصلا، يعني هو كان واخد سيولة. طبعا ده كان على فريم اليوم. انما هنا سايب سيولة وراح راجع سايب سيولة تاني. فانت كده تعرف ان هو بيدوس على هيدوس على وشك وعلى وش السيولة اللي تحت دي كلها. بص كده عمل ايه. طلع خد السيولة دي. تمام. طلع فوق، ضرب هنا السيولة اهي. السيولة ديت اتضربت، نزل عمل تشينج اوف كاركتر. تمام. بص اهو. طبعا دي ما يحسبش ودي ما يحسبش. حاول تقول لي ما يحسبش ليه، هقول لك لان اصلا مش هتقدر تعتمد على دي، ان دي الشمعة اللي طولت ايه او اللي خلته يعمل هنا بريك في ستراكشر. تمام. لان النطاق كان قليل. الناس اللي كانت خدت الكورس معايا ان شاء الله يعني عارفة الكلام ده. تمام. بعد ما هنا السيولة عملت بريكر بلوك اللي عملت تشينج اوف كاركتر والسعر بدأ ينزل. بص انا عايزك تركز على حاجة معينة واللي تخليك تحسب ان ده تغير في الاتجاه. ايه هو؟ المومنتوم. لازم تعتمد على المومنتوم يا جماعة. الزخم يعني مثلا عايزك تحسبها كده كأنها في خناقة. تمام. وواحد مثلا ضرب بوكس قوي قدامك، يعني ضربه ضربة وقعه. تمام. فواحد واقع والتاني واقف، فممكن ينزل عليه ايه يضربه يقتله تماما. فهي ده اللي بيحصل. الزخم القوي يعني بوكس بص ضربة مميتة. تمام. فبنسبة كبيرة هيكمل بعدها في هبوط. فانت ده اللي يخليك تحسب ان ده ايه change of character او تغير في الاتجاه، او السعر هينزل هياخد السيولة ديت والسيولة اللي احنا شفناها مع بعض. تمام. فديت فرص قدامك ان انت ايه تبيع. حلو. انا بحلل لك واحدة واحدة لحد ما نيجي ايه ليوم النهاردة. يوم النهاردة ايه اللي حصل؟ السعر على فريم اليوم نزل للمنطقة الذهبية اوردر فلو وعمل رياكشن قوي بالصعود ده كله.
جميل كده، احنا لحد دلوقتي متفقين مع بعض. نيجي هنا بداية اليوم، يوم التلات اهو. حلو، نشوفهم بقى ايه اللي حصل. ننزل على فريم ال15 دقايق. ايه الاسود اللي انا محدده الخطين دول؟ طبعا ده كان الهدف، وهتعرف هو كان الهدف ليه. بص هنا الساعة كام؟ 8:30، 8:30 بتوقيت نيويورك، وهنا 9:30 بتوقيت نيويورك. تقولي طب ايه ده؟ مش دي جلسة اسيا؟ هقولك مظبوط، هقولك انت كده حددت معايا جلسة اسيا بالظبط. هنا دي من 11 لحد الساعة دي 9:30، وهنا 11. هتقولي طب انت عامل هنا ليه؟ اقولك دي الشمعة بتاعت البداية. ايه ده؟ ثانية واحدة، اقولك لا لا لا، انا اسف، دي السيولة اللي اتاخدت، انا نسيت معلش. السيولة هنا اتاخدت، بعد كده السعر جه هنا. ده النطاق بتاعنا، المساحة ديت ملهاش لازمة. ده نطاق اسيا، ودي سيولة اتاخدت. حلو حلو. ننزل على الفيلم ال5 دقايق، نبص كده مع بعض. السعر راح جاي، دي اللي انا كنت محددها قدام حضراتكم اهي، 8:30. سحب السيولة دي وقام نازل. بص هنا، انا اسف، عمال يكسر بريك ستراكشر. بعد كده راح جاي هنا، راح كسر. بعيدا عن ان هو كسر، انا عايزك تبص ركز معايا، كسر الساعة كام؟ تلاقي كسر. هتيجي كده تقول لي مثلا هنا الساعة 3، والساعة 3 مهمة، اتكلمت عنها في اكتر من فيديو. لو انت ما شفتهمش انصحك ترجع تشوفهم، لان انا بعد كده هتكلم عنها بشكل عادي، يعني اللي هو ايه، بشكل انت واخد معايا المسلسل اللي انا بنيه، انت المفروض متابعه معايا. تمام. جت الساعة 3، السعر هنا سحب السيولة ويعمل ايه؟ البريك ستراكشر الاخير، هو عمال يبني اصلا. تمام. يعني انت عندك سيولة اتسحبت، بريك ستراكشر، وده هنا القاع بتاعك، وبريك ستراكشر تاني الساعة 3. اكد لك كل حاجة. تمام. هنا انا دي الصورة اللي انا صورتها لك، قلت لك بص عندك تقدر تخش من كل ده. انا كنت دخلت من هنا من اول الشمعة ديت وانا داخل معاهم على طول. حلو. صورت لك الصورة دي وقلت لك عندك ان انت تقدر تخش. طب انت اخترت الهدف ليه؟ واخترت المناطق اللي انت اول تجني، تاني مستوى تجني فيه. هتقول لي انت اخترتهم بناء على ايه؟ هقول لك على فريم ال5 دقايق اهو. بص، اول حاجة هنا كان في عندك فير فاليو جاب تقريبا على فريم ال15 دقيقة، صح؟ لا، على فريم ال5 دقايق. فير فاليو جاب عندك هنا. تمام. وبص على الشمعة دي، ده اول فير فاليو جاب اهو. بص هنا، فير فاليو جاب تاني اهو. خليه هنا ثواني، انت او خليك انت. دي كده المنطقة اللي انا قلت لك عندها السعر مهم. ما يهمكش اللي حصل قد ما تبص السعر بيتفاعل معاها ازاي. بص هنا، لمسها وبعد كده نزل، بعد كده راح طالع عندها بديل، بعد كده قفل، وبعد ما قفل نزل على طول. تمام. طب نزل ليه؟ لو انت برضو واخد معايا البريكر بلوك اهو، او لو انت في الكورس ايوه ما تحب، ده البريكر بلوك. السعر طلع، ضرب هدف الاولاني، نزل للبريكر بلوك. لو انت قلبك خفيف وقلت لا انا كفايه عليا ان انا كسبت الحاجات ديت وهطلع، زي ما تحب. تمام. طب هتقولي طب ما انت اللي كاتب اول مستوى تجني فيه. هقول لحضرتك، كان بقول لك التداول ذات نفسه فيه خطوره، فانت المفروض تجني وتخلص من، يعني تحول في اي صفقه تطلع هدفك الاول تكون كسبان. طب لو ما كسبتش تطلع راس في راس، يعني ما تخسرش فلوس. طب لو خسرت تخسر اقل خساره ممكنه. تمام. فده هدفك. هنا السعر نزل، لو انت جنيت تمام. لو انت حطيت حتى انا قايل لك تجني، ما قلتلكش تقرب الستوب لوز بتاعك، لان انت لو قربته يعني كنت هتطلع راس في راس. فانا عشان كده بحب اسلوب ان انت تجني عن ان انت تطلع. المهم السعر راح نازل. بص هنا، ضرب هنا الهدف التاني، ضربه بشمعة قوية بمومنتوم قوي. بعد كده حتى بيرجع يختبره تاني يا جماعة. ده اللي انا بكلمك فيه. صبرت هتاخد منك الايه، الاهداف المباشرة بتاعتك. حلو. طيب نيجي لفريم الربع ساعة، عشان انا دخلت على فكرة في الصورة اللي انا وريتها لكم دي اهي كانت في نيويورك، جلسة نيويورك مش لندن، بس انا بحلل لك الاول في لندن. بص هنا،
دي سيولة تانية متشال، liquidity. تمام. السعر جه هنا الساعة 9، نجيبه في 5 دقايق بس، هي دي اللي انا وريتها لكم بالظبط. تمام. اول حاجة السعر عاوز يكمل صعود. تمام. عاوز يكمل صعود ليه؟ اولا هو سحب السيولة بس وسايب سيولات تانية فوق، فهو مش بعد اللي عمله كل ده عشان يطلع ويرمي سيولة تاني، لا، هو طالما كده يبقى هيطلع ياخد السيولات كلها، وانا شرحتها لك من البداية. قلت لك في سيولة هنا وسيولة هنا، وجبتها لك من اول فريم اليوم. انا عارف ان الفيديو طويل شوية بس مش مشكلة، المهم تفهم اللي حصل. حلو. جه هنا السعر طلع نزل، بعد كده فضل لحد جلسة لندن ما بدأت. بص الساعة 8:30 اللي حصل فيها، طلع بقوة. لو انت فكرت ان خلاص السعر مكمل، لأ، هو راح نازل سحب سيولة تاني. حلو. طب اقول لك ايه، ده ايه عندك؟ اوردر بلوك. تمام. السعر خد السيولة دي نزل عنده، بعد كده انفجر حرفيا. طب انا كنت مخلي الهدف بتاعي فين؟ كنت مخلي الهدف بتاع السيولة دي، بس هو طار. هتقولي طب انت غلط ان انت ما استنيتش. هقولك مش لازم ان انت ما تكسبش اقصى استفادة ممكنة ان انت تكون غلط. انا عن نفسي دخلت الصفقة وطلعت، وانا عن نفسي بقولها لك تاني، السلسلة ديت ليا وليك، ان انا وانت بنتعلم. لان انا زي ما قلت لك كنت في دوامة ربنا لا اعلم بيا فيها، بس راجع من تاني عشان نتعلم انا وانت. في نهاية الفيديو متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت. وبقولها لك تاني، انا لسه في البداية فممكن تلاقي عندي غلطات، فمعلش سامحني. مع السلامة.